أنا اسمي منال، مش من الطبقة المتوسطة ولا حاجة. لا، أنا كنت تحت خط الفقر بمراحل، عايشة في واحدة من المناطق العشوائية في مصر. حياتي كلها كانت خدمة عند الناس عشان نقدر نأكل نفسنا أنا وماما. أبويا كان راجل موجود جسدياً بس مش قد المسؤولية خالص، كان عايز يعيش مرتاح ومحدش يزعجه. كبرت وبلغت وشكلي بقى حلو شوية، فالعيون بقت عالية عليا. ناس كتير فكرت إنها تقدر تشتري شرفي بفلوسها، بس أنا كنت واخدة بالي من نفسي وحافظة عليها. طول عمري بقول الشقة في البيوت أحلى من إن بنتي تندم على عمرها. في يوم فرح أبويا وقال لي في عريس عايزك اسمه محمد، ميكانيكي عربيات وبيكسب ذهب، هيغير حياتك. فرحت موت، مش عشان الجواز قد ما عشان استريح، يبقى ليا بيت نظيف وحاجات جديدة. أنا كنت بحلم بشقة صغيرة نظيفة، حاجة تخصني. كتبنا الكتاب وجوزته. أول فترة كانت عادية، بس بعدين حسيت إن محمد مش بينزل شغله كتير، قاعد في البيت طول اليوم، عايز شاي سجاير تلفزيون وكل حاجة تكون جاهزة قدامه. أي حاجة تنقص في البيت مش شغلته. كنت ساكتة ومستحملة، خايفة أرجع لأهلي مطلقة، وأي كلمة أقولها يرد برد بارد يخليني أندم إني فتحت بقى. فضلت كده لغاية ما فوجئت إني حامل. قلت أكيد الراجل ده هيتغير لما يعرف إنه هيبقى أب. بس اللي حصل بعدها كان صدمة فوق صدمة. تابعوا الجزء الثاني لتعرفوا إيه اللي غير حياتي للأبد. إيه اللي حصل لما محمد عرف إنه هيكون أب؟ هتشوفوا صدمة مش هتصدقوها في الجزء الجاي. لما عرفت إني حامل رحت قلت لمحمد فرحانة. رحنا لكشف وتأكدنا. قلت جوايا ده أكيد هيتحرك دلوقتي، هيهتم عشان العيل الجاي. بس محمد زي ما هو، مش فارق معاه حاجة. لا سأل عن الولادة هتحصل إزاي، لا دبر مصاريف ولا حتى جاب حاجة للبيت. كان همه الوحيد إن معاه فلوس سجاير وقهوة. ولدت بنت والحمد لله على السلامة. أمي رغم ظروفها الصعبة هي اللي ساعدتني، جابت لي النفاس وخلتني أولد في مستشفى عام. محمد ما كانش موجود. بدأت بنتي تكبر، تبتسم وقلبي يطير. لكن الضيقة جوايا كانت كبيرة. الراجل اللي المفروض يكون سند لي كان مجرد جسم في البيت. في يوم قعدت معاه وقلت له بكل هدوء: يا محمد مش هينفع كده، انزل اشتغل، الصنعة اللي معاك دي نعمة. أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة كرامتي. وفعلا بدأ ينزل شوية، لكن مفيش مواعيد ثابتة، كان يتأخر ساعات أو أيام. أحيانا يروح القهوة بدل الورشة. بعد فترة عرفت إن ليه صاحب اسمه ماندو، واحد من عيلة شغالة ومعاهم عربيات وناس بتلعب فلوس. فرحت في الأول، قلت يمكن يتشغل معاه ويتعلم. لكن الصدمة كانت إني عرفت إن ماندو هو اللي بيصرف علينا، هو اللي بيحاسب لمحمد على القهوة، هو اللي جايبلنا حاجات للبيت، وهو اللي بعت لبنتي باكيتا بامبس. حسيت بإهانة مش عادية. يومها قلت لمحمد: انت راجل وعندك صنعة، ليه تخلي راجل تاني يصرف على عيالك؟ زعل مني جدا وقال لي: انت ليكي عندك الأكل والشرب والبيت، كفاية كده، ما تدخليش في اللي أعمله. سكتت هت. بس اللي جاي كان أعظم. هل ماندو اكتفى إنه يصرف علينا؟ ولا كان عايز حاجة تانية؟ الجزء التالي هيكشف لكم النية الحقيقية. سكت، لكن جوايا كنت متغاضة. ماندو بقى يجي البيت بنفسه، يجيب أكل وفاكهة وحاجات كنا محتاجينها. كنت بزعل جوايا إن الرزق جاي من راجل غريب مش من جوزي. وبعدين بدأت ألاحظ حاجة تانية. ماندو بيبصلي ببصات فيها إعجاب واضح، أي ست في مكاني هتفهمها، وأي راجل عنده غيرة هيلاحظها. كلمت محمد بالراحة، قلت له: صاحبك اللي بتجيبه ده بيبصلي بطريقة مش كويسة. ضحك ضحكة باردة قال لي: إيه اللي يبصلك؟ أنت مين يعني؟ خيالك واسع. قلت في نفسي: ده راجل لا بيغير عليا ولا بيصرف ولا حاسس بحاجة. سكتت هت. بس السكوت ده كان بداية النهاية. قررت أستسهل وأقعد معاهم في الصالة، مش هروح أوضتي كل شوية. قلت طالما هو مش مهتم بشرفه، أنا ليه أهتم؟ حسيت بالوحدة والخذلان. ماندو كان كل ما يجي يبقى فيه حلاوة كلام، حسيت إن في حد بيعرف إني موجودة. في مرة ماندو جاب عشاء، أكلنا كلنا سوا في الصالة. حسيت بشوية دفء لأول مرة من زمان. بعد الأكل دخلت المطبخ أعمل شاي. الرجالة قعدوا يشربوا حشيش وسجاير، وفجأة فوجئت بماندو داخل ورايا في المطبخ من غير مقدمات. حضني من ظهري حضن واضح إن قصده مش سليم. انهارت. قلت له بصوت واطي عشان محمد ما يسمعش: أنت مجنون؟ أنت في بيتي وجوزي جنبنا؟ قال لي بهداوة:
أنا بحبك من أول مرة شفتك. أنت مش عارفة قد إيه بفكر فيكي. قلت له حرام، ده أنت بتخون صاحبك. ضحك وقال لي الجملة اللي قلبت حياتي: محمد مش راجل أصلاً. اسأليه هو كان عارف ولا لأ. إيه الكلام اللي قاله ماندو عن محمد؟ وهل محمد كان عارف باللي بيحصل؟ الجزء الرابع هيصدمكم. خرجت من المطبخ وقلبي بيوجعني طول الليل، وأنا أفوق في محمد لقيته نايم نومة ثقيلة من تأثير الحشيش. الصبح بدري قعدت جنبه، ولما فتح عينيه قلت له: محمد، أنا هقول لك حاجة. تفتكر إني كنت بكذب لما قلت لك إن مندو بيبصلي بإعجاب؟ تفتكر إني خيالي واسع؟ طب تعرف إنه إمبارح دخل عليا في المطبخ وعمل كده وكده؟ قال لي إنه بيحبني وإن أنت مش راجل. استنيته يعيط، يزعل، يطلقني، أي حاجة، بس قال لي كلمة لسه في دماغي لغاية دلوقتي: سيري يعني يا ستي، عادي. اهزري معاه وخلصي، ما تخليهوش يفهم إن أنا عارف حاجة. قلت له: أنت بتقول إيه؟ أنت راجل؟ قال: لا تعقديها، خليكي زي ما أنتي. في اللحظة دي حسيت إن الدنيا وقعت عليا. الصدمة الحقيقية مش إن ماندو تحرش بيا، الصدمة إن جوزي قال لي عادي. الراجل اللي كان المفروض يحمي شرفه باعني بفلوس السجاير والقهوة. قررت أسمع كلامه وسكتت. هات الشيطان بدأ يزين لي. قلت يمكن مندو هو اللي هيعوضني عن الذل ده. وبدأت العلاقة بالطريقة المقززة دي تتكرر أكتر من مرة. ماندو يفضل قاعد مع محمد في الصالة، وبعدين محمد ينام أو يستل على الكنبة وأنا أدخل مع ماندو الأوضة، وساعة أو 2 يمشي، والصبح محمد يصحى كأنه ما حصلش حاجة. ده كان وضعنا لشهور. في يوم ماندو جه بدري جدا، محمد مش موجود. دق الباب بقوة. فتحت لقيت صاحب البيت الجزار اللي مؤجر لنا الشقة. قال بلهجة حادة: أنت مين؟ بتعمل إيه هنا؟ اتصل بمحمد وقال له: في راجل مع مراتك في الشقة. محمد جه يجري، كان معاه سلاح أبيض. العار إنه مش جاي يضرب ماندو، لا، كان جاي يضرب أنا. مين اللي مات في اليوم ده؟ وهل منال قدرت تنجو بنفسها؟ الجزء الخامس مأساوي جدا. محمد دخل الشقة وعينه فيها حاجة مش طبيعية. مندو واقف قدامي بيحامي عني. قال له: سيبها يا محمد، انت اللي ضيعت كل حاجة بيدك. لكن محدش سمع كلام. بدأوا يتخانقوا على السلاح، ايديهم بتتشابك، 2 بيزعقوا. أنا كنت واقفة في الزاوية مش قادرة أتحرك ولا أتنفس. في لحظة الطلقة طارت. الرصاصة دخلت في دقن محمد وطلعت من دماغه. وقع على الأرض في ثانية ومات، عينيه مفتوحين والدم في الأرض. أنا مش مصدقة اللي بيحصل. ماندو ارتعب جدا، مش من الموت لكن من السجن. اتصل بأصحابه اللي كانوا نازلين تحت في عربية، ناس من بتوع الشارع مش ناس نظيفة. قالوا له: نقدر نخليك انت وهي تنزلوا وتنضفوا وتخلصوا، لكن عايزين 100,000 جنيه. ماندو معاه 3,000 بس. قالوا له: خلاص يلا هنشتغل بال3,000. لفوا جثة محمد في بطانية قديمة، نزلوها على السلم، حطوها في العربية ورموها جنب كوبري بعيد، من غير هوية، من غير صلاة، من غير أي احترام. ماندو قال لي: انضفي الدم واستني خبر وفاة جوزك. لما يجي اتصرفي زي أي ست مات جوزها. لو اتكلمتي هنروح كلنا. نظفت كل حاجة بالكلور والصابون كأنها بقعة عادية. قعدت في الشقة مع بنتي مستنية الخبر. الخبر جه بعد يومين. البوليس لقى الجثة. جابوني النيابة. رئيس المباحث كان راجل كبير وفاهم. فضل يلف حواليا بالكلام لغاية ما قلبي اتكسر. اعترفت بكل حاجة. إزاي محمد خان مسؤوليته، إزاي ماندو استغلنا، إزاي الطلقة طارت. لكن الصدمة الحقيقية كانت في التحقيق. ماندو اللي قال إني بحبك قال إيه في المحكمة؟ ومين اللي راح فين في الآخر؟ الجزء الأخير والأليم. ماندو في التحقيق قال حاجة مختلفة خالص. قال: محمد كان عارف إن مراته مش كويسة، وهو اللي مديني الضوء الأخضر. هي اللي كانت بتطلب وأنا مش أول واحد. هل كان بيكذب عشان يخفف عن نفسه؟ ولا كان بيضحك عليا من الأول؟ هل كان بيديله حاجات تخليه ينام وما يحسش؟ أنا لسه مش عارفة الحقيقة الكاملة لغاية دلوقتي. كل اللي أعرفه إن حياتي اتدمرت في لحظة. مات محمد ومات وهو في ذمتي دمه. ماندو اللي وعدني بالجنة طلع جحيماً. النتيجة النهائية في المحكمة: ماندو اتحكم عليه بالإعدام، أنا بالمؤبد. أصحابه اللي ساعدوا في إخفاء الجثة بالمؤبد كمان. أنا دلوقتي في السنة اللي فاتت قاعدة في مكان بعيد عن بنتي، بعيد عن الدنيا. بنتي الصغيرة اللي كنت بحلم أربيها وأشوفها عروسة، سمعتها ضاعت.
هتعيش إزاي لما تكبر وتعرف إن أمها في السجن وفي فضيحة؟ مين هيربيها بالحنان؟ مين هيعوضها عن حضن أمي؟ بقول لكل ست بتسمعني دلوقتي، مهما كانت ظروفك ما تسكتيش على إهانة. لو جوزك قالك عادي على حاجة حرام اطلعي من البيت. البيت اللي مبني على غلبة وكرامة مهانة هينهار في يوم. لو كنت طلقت محمد من أول مرة كنت هقف قدام ربنا مرتاحة، لكني مشيت ورا الشيطان وبعت كرامتي عشان شوية حنان زائف. خلي ربنا هو اللي يرضيكي، ما تبيعيش نفسك عشان لقمة ولا عشان بيت. كل حاجة بتروح إلا الكرامة والشرف والضمير اللي مش هيعذبك بالليل. دي حكايتي، أتمنى تكون عبرة ليكم. سامحوني وأدعولي وشاركوا القصة عشان محدش يوصل للمرحلة اللي وصلت لها أنا. لو استفدت من القصة اكتب رأيك في التعليقات. مين الغلطان في نظرك؟ محمد ولا مندو ولا أنا؟ وأمانة خد العبرة لقلبك قبل عقلك.